قعدت أصرخ في التليفون وأقول له الحقني، الحقوني أنا في حد بيحاول يفتح الباب عليّا. أنا هالة، من صغري وأنا باحب السفر جدًا وباحس بالمغامرة، عشان كده أي رحلة كنت لازم أطلعها، وأهلي عارفين إني من وأنا صغيرة باحب السفر، عشان كده ما كانوش بيمنعوني. ولمّا كبرت ووصلت للسن المناسب، اشتغلت مضيفة طيران، ودي كانت أكتر مهنة نفسي أشتغلها، عشان أسافر كتير وألف البلاد كلها. لحد آخر رحلة حصل لي فيها شيء مرعب جدًا، جالي شغل مفاجئ وكان المفروض أوصل للمطار في خلال ساعات. ركبت عربيتي وطلعت من المحافظة اللي أنا فيها على القاهرة، وأنا في الطريق الدنيا ليلت عليّا، وبقينا حوالي الساعة 01:00 بالليل. حسيت ساعتها إني تعبت أوي من السواقة، ما بقيتش قادرة، عايزة ألاقي مكان أرتاح فيه. قُلت إن أي أوتيل هيقابلني هاركن عربيتي وأنزل أقعد فيه كام ساعة لحد ما الصبح يطلع، أهو أرتاح من الطريق، خصوصًا إني بدأت أخاف لإن الطريق كان ساكت جدًا وما فيش أي حد. المهم فضلت ماشية بالعربية لحد ما لقيت أوتيل في منطقة زراعية منعزلة أوي، تقريبًا الأوتيل هو الحاجة الوحيدة اللي في المنطقة، ما فيش حواليه أي حاجة. اترددت في الأول، بس رجعت قُلت أنزل أرتاح فيه كام ساعة كده لحد الصبح، لإني كنت تعبت أوي. المهم نزلت من العربية ودخلت الأوتيل، حجزت أوضة لمدة يوم وخدت رقم الأوضة والمفتاح وطلعت. فتحت الأوضة وبدأت أرتب حاجتي وأرصها عشان أجهز للنوم، ولسه هانام لقيت الريسبشن بيتصل بيا وبيقول لي هو حضرتك نزلتِ ليه؟ قُلت له نزلت فين؟ أنا فوق عادي في الأوضة ما نزلتش ولا حاجة. قال لي لأ حضرتك نزلتِ وسلمتِ المفاتيح، ممكن أعرف إيه المشكلة اللي خلّتِك تمشي؟ طبعًا أنا اتصدمت من كلامه، وقُلت له الكلام ده ما حصلش، أنا فوق في الأوضة، ممكن حضرتك تكون متلخبط بيني وبين حد تاني. قال لي: "لأ، مش حضرتك الأستاذة هالة في الأوضة رقم 17؟" قُلت له: "أيوه، بس أنا في الأوضة ما نزلتش ولا سلِّمت المفاتيح، أنا موجودة في الأوضة." حتى أسمع صوت الدواليب وقعدت أحرّك في الدواليب عشان يعرف إن أنا موجودة في الأوضة. قال لي: "طيب تمام." وقفل معايا، وأنا مستغربة ومش فاهمة هو في إيه بالضبط، بس كنت تعبانة جدًا ومش قادرة وكنت عايزة أنام. مدِّدت على السرير وبدأت أروح في النوم، وللأسف لقيت الreception بيتصل بيّا تاني وبيقول لي: "حضرتِك بتهزري معانا؟" قُلت له: "هاهزر معاكم ليه؟ في إيه حضرتك؟" قال لي: "حضرتِك رجعتِ تاني وطلعتِ في الأسانسير وطالعة نازلة، طالعة نازلة في الأسانسير. إزاي هارجع تاني وأنا ما نزلتش أصلًا من الأول؟" موضوع غريب جدًا. قُلت له: "حضرتك أنا نايمة فوق في الأوضة، تحب أنزل لكم عشان تعرفوا وتتأكدوا إن أنا ما مشيتش أصلًا؟" قال لي: "لأ خليكِ في الأوضة، ما تنزليش، بس لو حد خبّط عليكِ اوعي تفتحي الباب." وفي نفس اللحظة لقيت حد بيحاول يفتح عليّا الباب من برّه، أكِن معاه مفتاح ومش عارف يفتح. قعدت أصرخ في التليفون وأقول له: "الحقني، الحقوني أنا في حد بيحاول يفتح الباب عليّا." الراجل ساعتها قال لي: "اوعي تفتحي له، إحنا مشغّلين الكاميرات وهنشوف ده مين بالضبط." وقفل التليفون، وأنا فضلت مرعوبة وعمّالة أصرخ لإن الشخص اللي كان على الباب كان بيحاول يفتحه بكل قوته، والباب ما كانش عايز يفتح. وبعدها بشوية الرقم رن عليّا تاني، رديت لقيته بيقول لي: "حضرتِك كنتِ واقفة على الباب." خُفت أوي من كلامه، قُلت له: "أنا جوّه الأوضة." قال لي: "استني كده." وفضل يركّز في الصورة وقال لي: "في شخص شبه حضرتِك بالضبط، واحدة شبهِك بالضبط ولابسة نفس اللبس وواقفة على الباب وهي اللي عمّالة تخبّط وترزّع." وقال لي: "بس عينيها ما بتتحركش خالص، من أول ما جات وادّتني المفاتيح وهي عينيها ما بتتحركش، وباينة جدًا في الكاميرات." خُفت أوي من كلامه واترعبت، مين دي؟ وإزاي أنا اللي واقفة برّه؟ بالِف بضهري وأنا باكلمه، لقيت واحدة في المراية شبهي بالضبط، فضلت واقفة مرعوبة وفي حالة ذهول. بعدها لقيت البنت اللي شبهي دي طلعت من المراية ودخلت الأوضة، أكنها نطّت من المراية على الأوضة، وبقت معايا جوّه الأوضة عادي وبتلِف في الأوضة، وأنا واقفة مش عارفة أعمل إيه، كل اللي باعمله باصرخ وما حدش سامعني خالص. ولقيت فجأة الreception بيتصل بيّا تاني وبيقول لي: "إيه لسه بتخبّط على الباب؟" قُلت له: "لأ هي بقت معايا في الأوضة." قال لي: "اوعي لو كلمتِك تردّي عليها." قُلت له: "طيب." قُل لي المفروض أعمل إيه دلوقتي؟ فجأة المراية اتكسرت حتت صغيرة أوي من غير صوت، وكان عليها وشوش البنت اللي شبهي دي، مرّة وهي بتعيط، مرّة وشّها كُلّه دم، مرّة وهي بتصرخ،
وأنا واقفة أصرخ ومنهارة ومحدش سمعني خالص. وبعدها لقيت إيدين خرجت من تحت السرير ومسكت في رجلي ووقعتني على الأرض. حد قاعد يسحبني. ببص ورايا لقيت واحد بيسحبني وشكله يخوف قوي، كان بعين واحدة وعمال يبصلي وهو بيسحبني. حاولت أفلت منه بأي طريقة وبسرعة طلعت أجري وطلعت بره الأوضة على الطرقة. فتحت الباب بسرعة وأنا بجري ببص ورايا لقيت البنت اللي شبهي واقفة في الأوضة بتبصلي. ببص تحت على الأرض لقيت أثر رجلين بالدم. جريت بسرعة ونزلت على الريسبشن، ولما وصلت تحت قلت لهم يوروني الكاميرات، وفعلا شفت الكاميرات ولقيت البنت اللي شبهي رايحة جاية في الطرقة، وفعلا كانت باينة في الكاميرات. قلت لهم أنا لازم أمشي من المكان ده بسرعة. خدت معايا ناس والأمن وطلعت على الأوضة عشان أخد حاجتي وأمشي، وطلعت معاهم بسرعة. وطبعا ما شفتش البنت ولا شفت الراجل ولا أي حاجة. لميت هدومي بسرعة وفجأة لقيت التليفون الأرضي بيرن. رديت لقيت واحد بيقولي ما تقلقيش، اللي بيدخل هنا مش بيطلع تاني. كلامه رعبني وما كنتش قادرة أقف على رجلي من كتر الرعب. بلتفت ورايا عشان الأمن اللي معايا يساعدوني أو حد يرد عليه أو يعرفه هو مين ده. ببص اتصدمت أول ما شفته، محسيتش بنفسي ووقعت من طولي. فقت تاني وقلت يا رب أكون بحلم، بس للأسف لقيت نفس المنظر قدامي. لقيت الأمن والناس اللي كانوا معايا ملامحهم اتغيرت، وشهم كان مشوه واللبس اللي عليهم دايب ومقطع، وشوشهم كانت عمالة تسيح وتقع على الأرض وتسيح السجاد. كان منظرهم مفزع قوي. قمت وأنا مفزوعة على صوت التليفون الأرضي. ما كنتش عايزة أرد، لكن لقيت إيدي بتتحرك لوحدها أكن حد بيزقني وبيحركني. المهم رديت، والصوت المرة دي كان غريب جدا. فضلت أركز في الصوت وأنا مش مصدقة، ده صوتي، يعني أنا بكلم نفسي؟ إزاي ده صوتي؟ المهم لقيت الصوت بيقولي ومنتهى البرود أنا نزلت الجراج وركبت عربيتك، ريحة المعطر بتاعك حلوة قوي، بس الطريق لسه طويل. نمتي ليه؟ رميت السماعة بسرعة وصرخت وحاولت أهرب. فتحت باب الأوضة، ولما فتحته كانت الصدمة. ملقتش الممر، لقيت نفسي جوه طيارة والكراسي فاضية والإضاءة بتترعش. وفي آخر الطيارة لقيت واحد من أفراد الأمن اللي ملامحهم مشوهة وممسوحة تقريبا، قاعد ولابس كابتن طيار وظهره ليا. خفت قوي ولفيت عشان أرجع تاني، لكن لما لفيت الاتجاه المعاكس لقيت نفسي فجأة في الريسبشن، وموظف الاستقبال لقيته المرة دي ملامحه مشوهة وملوش بق، شكله مرعب جدا. ولقيته بيقول لي وهو من غير بق حضرتك نسيتي تمضي في دفتر الزوار، اللي بيدخل هنا بيمضي بدمه عشان تخرجي بملامح. بصيت على نفسي في المراية اللي ورا الريسبشن لقيت وشي فاضي ملوش أي ملامح. قعدت أصرخ والطم على وشي وحسس على وشي وأشوف مش حاسة بأي ملامح في وشي خالص. من غير ما أحس بنفسي طلعت أجري ودخلت نفس الأوضة وقفلت الباب على نفسي. قعدت على الأرض وفضلت أعيط وأقول لنفسي إيه اللي بيحصل لي ده؟ أنا عملت إيه عشان يحصل لي كل ده؟ وفجأة سمعت صوت ضحكة مكتومة جاية من الحمام. بصيت لقيت البنت اللي شبهي واقفة، بس المرة دي كانت لابسة لبس مضيف الطيران، نفس اليونيفورم اللي أنا بلبسه. البنت قربت مني ببطء وهي بتقول بصوت ضعيف انتي فاكرة انك جيتي هنا صدفة؟ انتي جاية تسلميني الوردية، أنا بقالي سنين مستنية حد يجي مكاني هنا في الأوضة. حاولت أصرخ بس صوتي ما كانش طالع. فجأة شفت صور على الحيطان بتظهر وتختفي، صور المسافرين وناس تايهة وناس دخلت الفندق، وكلهم انتهى بيهم الحال إنهم بقوا أشباح في الممرات. حاولت أفتح باب الأوضة لكن لقيت ملوش أكرة زي ما يكون جزء من الحيطة، واكتشفت إن الفندق ده مش موجود على الخريطة أصلا، ده مكان بين العالمين بياخد الناس اللي تايهة في حياتها وفي طريقها. المهم الراجل اللي بعين واحدة ظهر تاني من تحت السرير، بس المرة دي كان بيزحف على الحيطة زي العنكبوت. لقيت الشنطة بتاعت سفري مفتوحة، حاولت أقفلها لكن لقيت إيد صغيرة طالعة منها وبتحاول تشدني لجوه. وفي لحظة يأس افتكرت التليفون وجريت ورفعت السماعة. سمعت صوت نفس تقيل
وبعدين صوتها وهي بتقول: أنا وصلت المطار يا ماما، ما تقلقيش عليا. وساعتها عرفت إن أنا لو استسلمت الشبيهة دي هتاخد مكاني في العالم الحقيقي وهتعيش حياتي، وأنا هفضل محبوسة في الأوضة 17. قلت بأعلى صوتي: لأ، أنا لا يمكن أستسلم. وبكل قوة مسكت فازة وحدفتها على المراية المكسورة، وفي اللحظة دي الإزاز وقع ولمس الأرض، ولقيت نفسي فجأة قاعدة جوه عربيتي في الطريق الزراعي الساعة 3 الفجر. اتنفست الصعداء وافتكرت إن كل ده كان كابوس من التعب. بصيت في المراية اللي قدامي في العربية، لقيت في الكرسي اللي ورا كارت صغير مكتوب عليه: شكرا لإقامتك في الغرفة 17، المفتاح لسه معاكي. حطيت إيدي في جيبي، لقيت مفتاح قديم عليه رقم 17 وعليه آثار دم، وبدأت أسمع صوت خبط في شنطة العربية، خبط منتظم وكأن في حد محبوس جوه. ومن كتر الخوف طلعت بالعربية وقلت أبعد عن المنطقة. وأنا ماشية بالعربية فجأة لقيت الراديو اشتغل وقعد يزن لوحده، وفي وسط الزن سمعت صوت بيقول لي خارج من الراديو: انتي لسه فاكرة انك خرجتي؟ فرملت مرة واحدة ولقيت نفسي في طريق فاضي مفيهوش أي حد والدنيا ضلمة. طلعت التليفون وقلت أعمل محاولة أكلم بابا يمكن يعمل لي أي حاجة، واتصلت بيه. قال لي: انت بتتصلي بيا ليه؟ ما انت قاعدة جوه في الأوضة مكسلة تيجي تكلميني؟ عموما يا ستي هقوم أنا وأجيلك أوضتك عشان أشوفك عايزة إيه. وقفل قبل ما أتكلم. وعرفت ساعتها إن الشبيهة عايشة مع أهلي وأخدة مكاني في العيلة. نفس الصوت كمل بس المرة دي قال لي: المفتاح معاكي، يعني الأوضة معاكي. لفيت وشي ببطء ما لقيتش حد. أمال مين اللي بيكلمني في العربية؟ بس في المراية شفت انعكاسي، شفت نفسي وأنا لابسة اليونيفورم بتاع المضيفة ومبتسمة ابتسامة واسعة زيادة عن اللزوم وعينيا سودة، شكلي مختلف تماما. حاولت أفتح باب العربية لكن ما قدرتش. العربية كانت مقفولة ومش راضية تفتح، وسمعت صوت بيقول لي بنبرة هادية بس مرعبة: الوردية خلصت، دورك هيبدأ. فجأة نور العربية طفى خالص. ببص في شنطة هدومي لقيتها اتفتحت لوحدها، ولقيت طالع منها ايد صغيرة وبعد كده طلعت راس شخص مفهوش ملامح. اترعبت جدا وقعدت احاول افتح الباب مش راضي يفتح. قمت جايبة حاجة وكسرة بيها ازاز العربية ونطيت من الشباك وطلعت اجري زي المجنونة لحد ما وصلت عند البحر ورميت المفتاح وفضلت اجري وانا مش عارفة اروح فين. والغريب بقى ان وانا بجري لقيت نفسي فجأة تحت بيتنا، مع ان العربية كانت راكنة في طريق سفر يعني بعيد جدا. أنا مش عارفة إيه اللي حصل لي بصراحة، ومن ساعتها وأنا بقيت خايفة أسافر لوحدي. لأ، والغريبة إني لما رجعت بيتنا لقيتهم بيتعاملوا على إني كنت موجودة وما سافرتش ولا أي حاجة خالص. بالعكس دول كانوا مستغربين إن المدة اللي فاتت دي كلها ما سافرتش وما طلعتش أي رحلات. حتى وظيفتي كمضيفة طيران ما بقيتش قادرة أمارسها، لأني كل ما أركب طيارة لازم أشوف البنت اللي شبهي دي في كل مكان. ولما بانام باحلم بيها وباحلم بكوابيس كتير وما بقيتش عارفة إيه اللي حصل لي بالضبط. حد عنده تفسير للي حصل لي؟ وبالمناسبة الفندق طلع ملوش أي وجود من أساسه، فأنا مش عارفة اللي حصل لي دوّة إيه. لو حد حصل له حاجة زي كده يا ريت يكتب لي في التعليقات ويعرفني أعمل إيه عشان أرجع لطبيعتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.